السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وهي البشاميل اللي معظمنا بيحبه. ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حاطين معلقة سمنة على معلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد ما ساحت معانا كده السمنة والزيت هنضيف البصلة واحنا فاتحين على الحلة اللي هنسلق فيها المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. هندبل البصلة لحد ما توصل للون الذهبي، وبعد ما وصلت للون الجميل الذهبي الفاتح ده هنضيف بقى ايه؟ فص ثوم. بسم الله. فص الثوم وبعد كده نضيف اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. فص الثوم اختياري على فكره. وهنضيف ورقه لورا، ورقه حبهان، حبايه كباب صيني، رشه جوز الطيب. هنضيف حته فلفلايه صغننه دي اختياري حسب الرغبه. قلبنا فيها اهو لحد ما خدت اللون ده. هننزل عليها بقى بايه؟ بطماطميتين مبشورين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوطي عليها النار بقى لحد ما تتسبك وتشرب السوائل. وهنضيف بقى اللحمه، الفلفل الاسمر، والملح. ميه المكرونه هنحط لها ضغطتين من الزيت مع الملح، حوالي معلقه ملح. الميه غليت وهنضيف المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين المكرونه 3/4 سوا. يلا بينا على البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم.
ننزل بتاع 5 معالق من السمنه. هنسيبهم بقى يسيحوا براحتهم. هنضيف الدقيق ونقلب فيه لحد ما يبقى لونه ذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما بتوصل للون الجميل ده بقى نضيف ايه اللبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو لبن، واضيف معاه حبه مرقه. هي ممكن تتعمل بلبن بس انا بحب المرقه معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي الشوربه بتديها طعم ألذ. نقعد بقى نقلب فيها عشان ما تكلكعش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف لها الملح، والفلفل الاسمر، وسنه كده من البهارات السبعه. اهم حاجه لما نضيف اللبن يكون بارد. عشان ما تكلكعش مننا. على فكره هي تقلت معايا وزودت لها شوربه. وتمام كده بقى، احنا عايزينها توصل للقوام ده. احنا هنا صفينا المكرونه وضفنا عليها ملح وفلفل اسود. التكه دي بتفرق في الطعم. بسم الله بقى هنبدا نعمل الصينيه بتاعتنا. نحط البشاميل، هنضيف بقى بشاميل على المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بقى كويس، وهنضيف حبه لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف نصها في الصينيه. بسم الله. هنضيف البيضايه دي، احنا حاطين عليها فلفل اسمر عشان الزفاره. بسم الله. وقلبناها كويس. وهنضيف اللحمه. ونفرد كده عند الجوانب. بسم الله.
بسم الله. وعلى الفرن على طول، والبشاميل اللي اتبقى مننا هنعمل بيه حاجة تانية ان شاء الله. وادي الشكل النهائي بعد ما طلعت من الفرن. ايه رأيكم فيها؟